صباح الخير أو مساء الخير لو بتسمعونا بالليل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من زورو توكس. هنتكلم في الحلقة دي النهاردة عن 3 أنواع من الإيجارات. عن إيجار اللونج تيرم اللي هو الإيجار السنوي، وهنتكلم عن الإيجار الشورت تيرم اللي هو احنا بقالنا كتير بنتكلم عنه اللي هو الإيجار باليوم، وهنتكلم عن السب ليزنج اللي هو بعد ما هتأجر البيت لونج تيرم بالسنة انك تقدر مسموح لك عن طريق من المالك في العقد الإيجار من الباطن وتقدر تأجره تاني باليوم. مظبوط. طب قبل ما نخش في التفاصيل يا جون، احنا بنتكلم عن ايه الميشن بتاعتنا في البودكاست دي؟ يعني عامة اللي بيتفرج على الحلقة دي وما شافش اي حلقات تاني، احنا بنعمل ايه او بنتكلم ليه عن الايجارات بشكل عام؟ عشان أعلى دخل في الآخر، علشان نوصل لأعلى دخل. للأسف في فكر مغلوط ان دايما الشورت تيرم هو اعلى فلوس. هو اعلى فلوس لما تبقى لوكيشن مناسب للشورت تيرم. للأسف يعني مثلا لو جيت ناحية ميفيدا او حتت متطرفة اكتر شوية بعيدة عن السنتر، لا طبعا اللونج تيرم فلوس اكتر بكتير. يعني انت لو ناحية ووتر واي اكيد لو تأجرت شورت تيرم باليوم هتوصل لارقام اعلى، لان دي منطقة حيوية وعايشة وفيها كل الخدمات وقريبة من حاجات كتيرة زي كايرو فيستيفال سيتي. منطقة مناسبة جدا للي جاي إقامة قصيرة. لكن على العكس لو انت ابتديت تبعد شوية عن المنطقة الحيوية دي زي منطقة ميفيدا، لو حطيت البيت شورت تيرم فور شورت تيرم رينتال على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم واكسبيديا، استحالة توصل لأرقام إيجارات توتال شهرية أعلى من إنك تأجره لونج تيرم بالسنة. طيب احكي لي اكتر عن الفكرة بتاعت السب ليسنج، يعني او فكرة يعني دلوقتي يعني احنا في مصر مفيش اكتر من الشقق المقفولة. كل ما قابل حد او كل ما نقعد نتكلم مع حد يقول لك مفيش اكتر من الشقق المقفولة ناس كتير والكومباوندز استثمرت في شقق إضافية. والسوق دلوقتي يعني واصل لحتة ان هو بقى بعد ما الاسعار غليت قوي بقى دلوقتي صعب جدا ان انت تعرف تشتري بيت. وبقى بقينا نسمع عن تقسيطات لغايه 12 سنه و14 سنه وحاجات غريبه كده، علشان الفاليو بقت، يعني البيرتشيسنج باور او ان احنا ان حد يقدر يخش يدفع مقدم ويشتري بيت، بقى الموضوع صعب. فالسبلاي بقى كتير جدا. اوكي. وكل الناس اللي استثمرت في العقارات دي او في الريال ستيت عموما، هو في الاخر عايز يحوله لدخل، أكيد لانه هو مش كل الدخل الناس. الأعلى. والدخل الاعلى. فالثري سيناريوز اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو لونج تيرم، شورت تيرم، والسب ليسنج. السب السبليزنج ده ليسنج بقى جامع ما بين اللونج تيرم والشورت تيرم، زي اصحابنا بالظبط. اللي في الرحاب بالظبط. بيأجروا الشقق لونج تيرم برقم اقل من الرقم اللي بيجي لهم لما بيعيدوا ايجارها تاني شورت تيرم، وهو ده السب ليزنج. بس بيتطلب ان عقد الايجار مع المالك اللونج تيرم يكون مكتوب فيه بند الايجار من الباطل، يعني ان احنا اقدر اعيد ايجار البيت تاني باليوم. وبينزلوا البيوت على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم وبتتاجر باليوم، وتوتال الايجارات اللي بتيجي من الشورت تيرم بتجيب دخل اعلى من ثمن الايجار الشهري اللي بيدفعوه للمالك. وبكده من غير كابيتال عالي ولا يشتروا بيت عشان خاطر يبداوا في الاندستري دي، قدروا يوصلوا الايجارات كويسه والدخل كويس جدا من غير ستارتنج كابيتال عالي يعني. بالظبط. انت عارف انه ده اشهر موديل شغال في امريكا. يعني في امريكا عكس يوروب وعكس يعني ممكن يكون اقرب حاجه ليها زي دبي. برضو دبي بقت دبي الموضوع طبعا. انتشر فيه. لكن في امريكا ده نمبر 1 موديل في الشورت تيرم رينتلز. النهارده لو رحت لاي حد في امريكا جيت قلت له انت بروبرتي مانجر، بروبرتي مانجر عندهم بالمعنى مختلف. ان هو بيعمل ايه؟ بياخد مورجج من البنك، ياخد البيت ده يأجره، او ممكن يأجره بالمورجج اللي هو خده ده، يأجر البيت لونج تيرم، وبعد كده يعمل له سب ليسنج، يفرشه كويس ويعمل له سب ليسنج. وهناك مش لازم يأجره كاير بي ام بي، هو ممكن يأجره كبيت بيتأجر 6 شهور، 3 شهور بس بيت مفروش. فاهم قصدي؟ فالموديل بتاع السب ليسنج في امريكا هو اكبر
دارج ومشهور ومعروف جدا جدا. بس ابتدى يتعرف في مصر. ابتدى يتعرف في مصر. المشكله الحقيقيه ان هو ملوش سند قانوني. يعني النهارده العقد اللي بيبقى ما بين المالك والمستاجر، هل هيحق له ان هو يأجر البيت تاني؟ طبعا لو في بند ايجار من الباطن يحق له. في الموضوع جديد، هو لسه مش دارج قوي ومش معروف، لكن الصيغه القانونيه بتاعتها موجوده من سنين. الايجار من الباطن هي لسه جديده على فكره المصريين، مش منتشره كتير. واحنا كمان كمصريين بنحب نمسك في الحاجه بتاعتنا. لا انت هتعمل ايه بالبيت؟ الكلام ده كله. الموضوع عقليه ده المصري مش متقبله ان انت تعيد ايجار بيتك. احنا ما بنتقبلش فكره ان انا اخد اكسب واكسب غيري. يعني دي ده اوبشن مش موجود. وفي نفس الوقت تيجي تقول له طيب اقول لك على حاجه، انت تقدر تطلع من البيت ده ربح كويس جدا، بس محتاج تفرشه ومحتاج تظبطه. يقول لك ما انا معيش فلوس للكلام ده. فهي ستك في حته ان احنا عندنا حب التملك من غير ما اوصل للحل ده ولا للحل ده. فلو الموديل ده اشتغل كويس، السب ليسنج ده ابتدى على فكره، ابتدى في انا لينا اصدقاء في الرحاب وفي في كذا حته في الزمالك كمان ابتدوا يعملوا موضوع السب ليزنج، ابتدى يتحرك في مصر وليه شكل قانوني، والمالك بيبقى عارف من البدايه من داي 1 انا بعد ما هأجر بيتك هعيد ايجاره باليوم. وبسبب الانترنت وان الناس بقت مفتوحه على دول العالم، فهموا ان في حاجه اسمها سب ليزنج. الملاك ابتدت تقبل بده ببند الايجار من الباطن، فابتدى يبقى اكسبتبل في مصر وابتدى يزيد. هو لسه مش زي ما يقارنش بدبي مثلا. دبي نسبه كبيره منها سب ليزنج، ما يقارنش طبعا بالماركت الامريكي، بس الفتره الجايه هيزيد طبعا. في فرصه عندنا في مصر لو استغلناها صح والناس استغلتها صح، هتبقى نقطه قويه جدا. ان الفرق ما بين السب ليسنج او الايجار اللي هو بالسنه مقارنه بالايجار الشورت تيرم، لو هو قدر ان هو ياخد بيت يأجره وليكن ب100,000 جنيه في السنه، البيت ده لو اتفرش واتأجر ممكن يدخل تقريبا الدبل. اوكي، لو اتدار بشكل مظبوط وتسعر بشكل مظبوط وتصور بشكل وكان في لوكيشن مظبوط. ما تجيبليش بيت متطرف في اخر الصحراء، لازم في حته حيويه. بالظبط. ففي اوريدي ابتدت ناس كتيره تخش في الحته بتاعت السب ليسنج دي، وبالعكس انا شايف ان دي حاجه قويه جدا هتغذي السوق بسبلاي كويس، لان مش كل الناس اللي عندهم شقق ملهاش هيوج ستارتنج كابيتال. انت مش محتاج تدفع تمن شقه بالكامل عشان تبتدي. بالظبط. انت وبعدين العفش اللي انت حطيته ما انت هتاخده معاك لو العقد ما كملش ونقلت لشقه تانية، وممكن تكون ماضي عقد مع المالك 2 أو 3 وتأمن نفسك ان العفش ده يكمل معاك فتره هنا، وبعدين تقدر تنقل على شقه تانية بنفس الكلام. البريشر الوحيد فين بقى؟ فين؟ ان انا لو معرفتش اديره صح ومعرفتش اسعره صح ولقيت نفسي رحت غرست مع اير بي ام بي في مشاكل، وجست بقى فيه معاهم مشاكل، والبيت اتشال اتقفل او اتشال من اير بي ام بي بسبب مثلا ريبورت من جست او من حاجه زي انا كده. عندي ايجار شغال، وبعدين ايه ده؟ انا لسه حد ببتدي، لا عندي ويب سايت ولا عندي تشانلز ثانيه، يعني لو عطلت اير بي ام بي انت خلاص عطلت. اكلي وشربي على اير بي ام بي. فلو انت يعني لو ريبورت واحد من الجست على بال بقى ما هم يتحروا، وانت تثبت لهم ان الجست على حق ولا مش على حق، وترجع ترجع الوحده تاني، انت الايام دي بتخسرها. بالزبط. فانت لو ما عندكش الترناتيف زي booking.com واكسبيديا ويور اون ويب سايت، انت معرض لخطر كبير. هي دي النقطه. فهو يوجوالي الطبيعي اللي بيبتدي في موضوع السب ليسنج ده بيتطور ان هو يبقى بروبرتي مانجر. يعني مزبوط. بيبقى الاول البروبرتي مانجر يبقى عارف بقى خلاص، عنده الخبره، يقدر يستغل تولز سوفت ويرز ان هو تشانل مانجر، ويحط التشانل مانجر ده ايه برضو لحد مثلا يعني مش بيسمعنا لاول مره النهارده. التشانل مانجر ده سيستم انت بتحط عليه البيت بتاعك، وهو بيبتدي يسوقه على المنصات المختلفه، مش بس اير بي ام بي. اير بي ام بي الاشهر في المجال بتاع وبوكينج.كوم لكن بوكينج.كوم هي 10 اضعاف حجم اير بي ام بي. اتكلمنا في الحلقه قبل كده عن حجمهم. مظبوط. اكسبيديا، اجودا. كان حد كلمني من قريب قال لي على فكره اجودا في دول معينه اقوى من اير بي ام بي. دي كانت معلومه جديده عليا.
فالشانل مانجمنت والحاجات دي يبتدي بقى الشخص ان هو يتطور من ان انا اجرت البيوت دي وفرشتها حلو وصورتها بشكل كويس، سعرتها بشكل كويس، شفت اللي حواليا بيسعروا بكام. يعني ابسط حاجه، مش لازم تخش في تفاصيل ان انت تبقى راجل زي ما بيقولوا ريفينيو مانجر زي الفنادق، اللي هو انا عارف بقى سعر الليله بكام والسيزون عامل ازاي. مش لازم تبقى عالم في الحته دي، بس اتليست ابسط حاجه اعملها، بص على حد تاني شوف ريفيوهاته عامله ازاي، حد يكون شوف محترف سعره، شغال شوف سعره عامل ازاي، وكوبي هيم اتليست. كوبيهم. هو احنا لو كل واحد في السوق ده او في المجال ده غش من اللي جنبه الشاطر، خلاص احنا كلنا بقينا هنبقى شاطرين، كلنا صح؟ هنبقى شطار. لكن لو غش من اللي جنبه الفاشل كلنا هياخدوا حتى الشاطر وينزلوه ولو تحت. خاف طبعا. ولو خاف لانه في معايير كتيرة انت المفروض تبقى عارف. هو الجست عامة لما بيجي مصر بيحجز قبل ما يجي بقد ايه، ده اسمه حاجة اسمها البوكينج ليد تايم، ده علم في الحتة دي. انت بتبقى عارف امتى المنتج بتاعك هيتباع في السوق، هيتباع قبلها ب5 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام. كل ماركت وكل سوق عالمي، نيويورك غير برشلونة غير دبي غير القاهرة. استاذنك، انا في اكزامبل حلو قوي في الحتة دي. الجست اللي جاي منطقة الاهرامات ده مرتب سفريته قبلها بفترة وحاجز طيرانه، وممكن البوكينج ليد تايم يوصل لأسبوعين و15 يوم، فأنت لازم هتكون بايع كمان أسبوع وأسبوعين في منطقة الأهرامات. على عكس الجونة. بالظبط. الجونة الناس بترتب لاست مينت، لاست مينت ايه، وهو على الطريق وهو كتير بيكلمونا للأسف وهم على يحجزوا الطريق. وهم على البوابة كمان. ومع فاكتور الاوكيبنسي، يعني مثلا في نيو يير في الجونة، يا بخته اللي فاضي عنده وحدة لحد يوم النيو يير بيقدر يوصل لأعلى الأسعار، لأن اليوم ده كلنا متأكدين it will be 100% occupancy. فاللي وحدته بتفضل فاضية لحد يوم النيو يير sky's the limit. انت ممكن توصل تحط أسعار عالية جدا وتتحجز you have no risk، لأن الجونة عليها طلب عالي جدا في النيو يير وما بيفضاش فيها بيت في النيو يير. فلو انت وصلت بيتك انه فاضي لحد يوم النيو يير، تأكد ان انت هتقدر تأجره بأعلى الأرقام. ممكن تكون مش بس 3 أضعاف الأسعار العادية، ده ممكن توصل 5 و6 أضعاف الأسعار العادية، بسبب انت آخر بيت فاضل في يوم النيو يير وفي ديماند ومفيش بيوت فاضلة. بالظبط. وان انت عارف ان الجونة البوكينج ليد تايم بتاعها ممكن 1 day بس، وان انت عارف ان it's full occupancy, it's time to raise your price وتوصل لسعر اعلى. على عكس في منطقة الأهرامات، انت محتاج تشوف متوسط الأسعار كمان أسبوعين ايه، وأسعارك تكون مظبوطة كمان أسبوع لأسبوعين، لأن البوكينج ليد تايم من 7 ل 15 وساعات بيوصل ل 20 يوم. فالحتة دي ال 15 days ahead لو سعرك مش مظبوط بالنسبة لأسعار السوق، انت ممكن ما تتحجز، لان انت سعرك اقل او كل حاجه وتبقى فرحان، وممكن يبقى سعرك اعلى فما تتحجزش. فانت محتاج تشوف البوكينج ليد تايم بتاع المنطقه دي ظروفها ايه عشان تكون ظابط سعرك عليه. في ملاك كتير بيكلمونا يقولوا لنا البيت اهو ايه رايك فيه، قول لي بقى هتجيب لي كام في الشهر، او البيت هو الاهم. السؤال الاكتر من اللي هتجيب لي كام هو البيت هيتحجز كام يوم. الناس نفسها كل الايام تبقى محجوزه. دي حاجه غلط جدا جدا جدا. وكل مره بنيجي نقعد نتكلم مع حد نقول له، نقعد نشرحها له ونفهمه، ما تبيعش كل حاجتك Overselling. مره واحده. ما تبيعش، انت مش عايز يبقى انت يعني ان انت، ما هو ابسط حاجه وقع السعر، اتحجزت 3 شهور قدام، الراجل انبسط الملك مبسوط، انت مالي له الكالندر. وانت بقى ممكن تيجي كمان تسقف له تقول له ايه رايك، مبسوط مني؟ مبسوط منك طبعا، بس هو السعر الفاليو كام؟ وهل انا ممكن يكون محجوز ب$20 الليله الشهر كله ده واللي بعده واللي بعده، على العلم ان ممكن يبيع 20 يوم بس في الشهر والليله توصل ل$50 و$60 وممكن توصل ل$70، فيندب عنده ييلد اعلى وهو عنده ايام فاضيه. هو اكشلي فما بقاش في ويرنتير كمان على الفرنتشر، انت واديت نفس كمان للبيت، يبقى في مسافه ان انت تخش تصين وتنظف وتحل مشاكل. فانت بتدار بشكل احسن لما ما تبقاش العادي بتاعك انك واصل ل 100% اوكيبنسي. ده مش معناها الفلوس الاعلى، ده كتير بيبقى فلوس اقل. ده انديكيتور كبير. لو انت 100% اوكيبنسي لشهر وشهرين و3، اتس ا فيري بيج انديكيتور ان انت you are losing a lot of money وان انت ممكن تعمل فلوس اكتر من كده. بالظبط. هو انت المفروض المستهدف اصلا تخلي اسبوع فاضي في الشهر.
شوف لو قفلت على اسبوع فاضي في الشهر انت اكيد واصل لاعلى وزعه، الاسعار. هو مش لازم اسبوع يبقى ورا بعضه، هيبقوا بس يعني قصدي مقطعين 7 ايام في الشهر لو فاضيين، تاكد انت كده ماشي كويس. ليه؟ لان لو اكتر من كده يبقى انت كنت حاطط اسعار اعلى بزياده فخرمت منك الكالندر بزياده فبقى في ايام اكتر فاضيه. لو حاطط سعر اقل من كده انت بعت الشهر كله والشهر اللي بعديه، يبقى كان ممكن تعلي السعر اكتر من كده وتوصل لفلوس اكتر بعدد ايام اقل، فيبقى عندك مساحه للصيانه وللنظافه وانك تحافظ على الفرنتشر بتاعك، مش ما تبقاش بتهلكه على ايجارات بسيطه. بالظبط. هو مساله الخوف دي مهمه قوي، ان الناس ما تخافش ان اسعارها عليت اوكي او السعر اعلى، لانه زي ما بنقول الريبل افكت كنا بنقوله في الحلقه اللي فاتت. وغش من بروبرتي مانجر محترف. شوف حد محقق ريفيوهات جامده، محقق بتشوف اسعار الليالي بتاعته عاليه في ايام الاوكيبنسي العالي. النيو يير طول عمره فول اوكيبنسي في العالم كله، مش هقول لك على الجونه وبس. بالظبط. انت في وقت نيو يير شوف مين كان مسعر باعلى الاسعار ومحقق ريفيوهات كويسه، وده كوبيهم في التسعير. حقيقي. ميرسي يا جون للتفاصيل الكتيرة دي. ان شاء الله نتكلم في الحلقة الجاية عن حاجات مختلفة عن المجال بتاع الشورت تيرم رنتلز عموما، عن دبي كمان. وهنتكلم طبعا في حاجات قوية جدا في الحلقات الجاية. استنونا في الحلقة الجاية مع زورو توكس.